أطيب الأماني وأحر التهاني لكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أنا حنان جيلاني وأقدم لكم أخبار العاشرة كالعادة دائما. نبدأ بالعناوين. البلاد تحتفل بعيد الأضحى المبارك. رئيس الاتحاد يذكر كوادر الشباب لتعزيز دورهم في البرامج التنموية. رئيس اختتام الأنشطة الرياضية لوحدات القيادة الشرقية. رئيس الوزراء الصيني يستنكر الدعوات الغربية لخفض العلاقات الاقتصادية مع بلاده. الأمم المتحدة تطالب واشنطن بالاعتذار لسجناء في غوانتانامو. روسيا تتحدى الناتو وتشعل أجواء بحر البلطيق. احتفلت البلاد اليوم بعيد الأضحى المبارك، عاده علينا وعلى الوطن بالخير والبركات. وفي أسمر أدى المسلمون صلاة العيد في ساحة الفاتح من سبتمبر، حضرها كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة والسفراء والدبلوماسيين المعتمدين وآلاف المواطنين. وقال مفتي إريتريا الشيخ سالم إبراهيم المختار في خطبة العيد إن هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر التي تظهر فيه معاني المساواة من أجمل صورها وحرمة الدماء والسلام. وأشار سماحته إلى المجزرة التي قام بها المستعمر ليلة عيد الأضحى في منطقة هبرنقاقة في مديرية على برعد بداية سبعينيات القرن الماضي، وأودت بحياة 57 مواطن بريء، وهذه التضحيات جزءا من الثمن القالي الذي دفع من أجل الاستقلال. وأوضح أن ذكرى هذه الحوادث ليست لتجديد الأسى والحزن ولا لتأجيج الحقد والكراهية، ولكن حتى لا ننسى ما كنا عليه وما أصبحنا عليه، وشكر شهدائنا الأبطال الذين بذلوا الأرواح وحرروا الوطن، فيجب علينا رعاية أسرهم. وهنأ مفتي الديار الإريترية سماحة مولانا الشيخ سالم إبراهيم المختار الشعب الإريتري في الداخل والخارج وأفراد قوات الدفاع الإريترية. ذكر رئيس الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا السيد صالح أحمد دين كوادر الشباب لتعزيز دورهم للتأكيد والدفع بكفاءة البرامج التنموية الوطنية، وذلك في اللقاء الذي عقده في 24 من يونيو في مدينة بارونتو حاضرة إقليم القاش بركة لكوادر الشباب الناشطين في مديريات الإقليم. وذكر أن الأنشطة التي كان ولا زال ينظمها الاتحاد لرفع الوعي الشبابي لعبت دورا كبيرا في حماية السيادة وإنجاح البرامج التنموية، مشيرا إلى منح دور كوادر الشباب اهتماما أكبر مستقبلا، خاصة دورهم المتعلق بالتوجيه والقيادة. وهنأ مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية في فرع الاتحاد بالأقليم السيد ماريكوس غرماتين ممثلي الشباب الذين تخرجوا بمجال الكادر، مشيدا بالاهتمام الكبير الذي أبداه الخريجون. وفي الكلمة الختامية التي ألقاها حاكم الأقليم سعادة السفير محمود علي حروي، ذكر فيها كوادر الشباب الذين حصلوا على فرص القيادة للقيام بأعمال جبارة من أجل إنجاز أعمال إيجابية وبناءة بكل المقاييس، بالإضافة إلى توجيه الشباب الآخرين، مؤكدين وقوف إدارته إلى جانبهم والقيام بكل ما يطلب منها. شهد ملعب مدينة عصب في 25 من يونيو فعاليات اختتام المناشط الرياضية لوحدات القيادة الشرقية الذي نظم تحت شعار الرياضة للاستعداد الكلي. وقال قائد القيادة الشرقية في مناسبة الاختتام العميد أبراهام عندوم إن الأنشطة الثقافية والرياضية تعتبر جزءا لا يتجزأ من الجهود الجارية لرفع الكفاءة والاستعداد الكلي لقوات الدفاع الإريترية، وأن الأسابيع الرياضية المنتظمة في مختلف الأوقات تسهم بفعالية في هذا الشأن. وثمن العميد أبراهام الروح الرياضية التي أبدتها الوحدات، مؤكدا الدفع بقوة لهذه السمات والأخلاقيات الرياضية العالية. وقدم هيئة التعبئة والتوجيه المعنوي في القيادة الشرقية الرائد برخة آب إلياس تقريرا مفصلا حول الفعاليات الرياضية التي جرت في كل من عصب ومصوع، أوضح فيها أن فعاليات الأسبوع الرياضي المنتظمة لشهر كامل في المدينتين بمشاركة 10 فرق من الجنسين
اشتملت على منافسات كرة القدم والطائرة وألعاب القوى والسباحة والرماية، مثمنا روح التنافس التي أبدتها الفرق، مشيرا إلى أن المؤسسات الحكومية في مدينة عصب ومصوع ساهمت في إنجاح فعاليات الأسبوع الرياضي. وفي الختام وزعت الجوائز والكؤوس على الفائزين، حيث فاز فريق والتا من فئة الذكور بالمركز الأول في منشط كرة القدم، ومن فئة الإناث فريق رأس دوميرة، وفي منشطة كرة الطائرة فاز فريق فلفل ذكور، وفئة الإناث فريق بيشا، وفي منشط ألعاب القوى فئة الذكور فاز فريق دراغون، وفي فئة الإناث فريق بيشا، وفي السباحة فئة الذكور فاز فريق مرب بالمركز الأول، وفئة الإناث فريق دراغون، وفي منشط الرماية فئة الذكور فاز فريق فلفل، وفئة الإناث فريق رأس دوميرة. وتوج فريق دراغون بطلا للأسبوع الرياضي للقيادة الشرقية عام 2023. شهدت مديريتا قلوج ومنصورة في إقليم القاشبركة تقديم دعما ماليا وعيني لأسر الشهداء، وبموجب ذلك تبرع سكان بلدة قلوج 160 ألف نقفة، والسيد أمين أيوب من سكان البلدة 10,000 نقفة، فيما تبرعت ضواحي قلوج ب900 كنتال من الحبوب. كما تم توزيع 6,000 نقفة تبرع بها تنظيم الشباب العمال في المديرية ل8 أسر الشهداء. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، رجاء ابقوا معنا. أعرب رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في خطاب خلال افتتاحه لما يعرف بمنتدى دافوس الصيف شمال الصين عن امتعاضه من الدعوات الغربية لتقليص الاعتماد على بلاده، واعتبر ذلك فرضية زائفة. وقال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ للمندوبين المشاركين في كلمة دعا فيها إلى تعميق العولمة الاقتصادية والتعاون في الغرب، يبالغ بعض الناس بإبراز أهمية ما يسمى تقليص الاعتماد والتخفيف من المخاطر. هذا وشدد رئيس الحكومة والرجل الثاني في الدولة المسؤول عن القضايا الاقتصادية في الصين بشكل أكثر تحديدا على الحاجة إلى التعاون الذي يعد السبيل الوحيد لتوليد النمو والازدهار على حد تعبيره. وأعلنت ألمانيا حيث أجرى لي تشيانغ زيارة رسمية مؤخرا أنها تريد أن تنوع شركائها لتقليص المخاطر المرتبطة باعتمادها الكبير على الصين. وإلى ذلك تبنت دول غربية أخرى مواقف مشابهة مثل ما فعلت الولايات المتحدة التي تدفع حلفائها الغربيين إلى تقليص اعتمادهم على التكنولوجيات الصينية، وذلك بحجة الحفاظ على الأمن القومي. قالت خبيرة الأمم المتحدة فيونولا ني أولاين إن معاملة الحكومة الأمريكية لسجناء غوانتانامو كانت قاسية ولا إنسانية ومهينة بموجب القانون الدولي، ودعت واشنطن إلى الاعتذار وتقديم تعويضات. وذكرت أولاين للصحفيين بعد اختتامها لزيارة هي الأولى من خبير بالأمم المتحدة إلى منشأة الاحتجاز في كوبا بعد عقدين من الاحتجاز شهدت معاناة المعتقلين البالغين والمستمرة. ووصف خبراء مستقلون منتدبون من الأمم المتحدة العام الماضي السجن بأنه ثقب أسود قانوني ووصمة عار على التزام الولايات المتحدة بحكم دولة القانون. وخلال السنوات 20 الماضية احتجز أمام مجموعه 780 شخصا في غوانتانامو. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تجري تدريبات تكتيكية بطائرات مقاتلة فوق بحر البلطيق، هدفها الرئيسي هو اختبار الجاهزية لأداء العمليات القتالية وعمليات المهام الخاصة. وذكرت الوزارة على تيليجرام أن طواقم سو 27 وهي طائرات مقاتلة تابعة لأسطول البلطيق أطلقت النار من أسلحة محمولة جوا على صواريخ كروز وعلى محاكاة لطائرة عدو. وأضافت أن الهدف الرئيسي من التدريب هو اختبار مدى جاهزية طاقم الرحلة لأداء المهام القتالية والخاصة على النحو المنشود.
وقالت الوزارة إنه بالإضافة إلى تحسين المهارات تقوم طواقم الطائرات المقاتلة بمهام قتالية على مدار الساعة لحراسة المجال الجوي لكالينغراد. في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. البلاد تحتفل بعيد الأضحى المبارك. الرئيس الاتحاد يذكر كوادر الشباب لتعزيز دورهم في البرامج التنموية. اختتام الأنشطة الرياضية لوحدات القيادة الشرقية. رئيس الوزراء الصيني يستنكر الدعوات الغربية لخفض العلاقات الاقتصادية مع بلاده. الأمم المتحدة تطالب واشنطن بالاعتذار لسجناء في غوانتانامو. روسيا تتحدى الناتو وتشعل أجواء بحر البلطيق. انتهت النشرة قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا. إلى اللقاء.